هاي، أنا ربا من صفحة I cook for my family، واليوم رح أعمل أنا وياكم الديك الرومي بس بطريقة براين، وهي محلول بنعمله من المي والملح والسكر وشوية مطيبات، وبننقع فيه الديك وبنحطه بالبراد ليوم أو يومين حسب حجم الديك، وبعدين بنطبخه. ولهالوصفة نحن بحاجة ديك وزنه 4 كيلو، كوب وربع من السكر الأسمر، 3/4 الكوب ملح، ورقتين غار، معلقة كبيرة فلفل أسود، معلقة كبيرة حبوب الفلفل الحلو، برتقالتين، عرقين روزماري، وكم معلقة تايم، بصلتين، 6 فصوص توم، ومي لنقع الديك. أول شي رح أبلش أعمل البراين. بطنجرة حط السكر والملح والفلفل الأسود الحب والبهار الحلو الحب وورق الغار، وباخد عود من الروزماري أو إكليل الجبل، وبشيل العرق اليابس منه، وباخد الورق وبقطعهم لقطع صغيرة وبضيفهم فوق الطنجرة، وباخد عرق التايم أو الزعتر البري وبشيل منه الورق الأخضر وبضيفهم فوق المكونات اللي عندي. بجيب الثوم وبقطعه لقطع صغيرة وبضيفهم فوق الطنجرة، ونفس الشي باخد البصل وبقطع كل بصلة ل4 وبضيفها فوق الطنجرة. واخر شي باخد البرتقال وبقشره وبضيفهم فوق المكونات اللي عندي. بحط لهم المي، بشغل النار تحتهم، ولما يغلوا بشيلهم وبتركهم على جنب ليبردوا. بجيب كيس نايلون كبير هون يساع الديك اللي عندي، وبحط الديك بقلبه، وبضيف فوقهم مية النقع بعد ما اتأكد انها بردت تماما. بسكر الكيس كتير منيح، وبدخلهم على البراد على القليلة 24 ساعة، ولما يخلص الوقت بطلعه من البراد وبفتح الكيس وبشيل الديك منه وبحطه على صينية عليها شبك، وبجيب ورق المطبخ وبنشفه كتير منيح، وباخد خيط الفرن وبربط اجرين الديك على بعض، وبغطي الديك بورقة زبدة ومن فوقها ورقة ألمنيوم، وبدخلهم على فرن محمى مسبقا على درجة 275 فهرنايت لمدة ساعتين. وقبل ما يخلص الوقت باخد اصبع زبدة وببرش عليه ليمونة وباخد عرق روزماري وبشيل الورق الأخضر وبقطعهم، وبضيفهم فوق الزبدة، وبخلط المكونات مع بعض كتير منيح ليتجانسوا. وبعد ساعتين بطلع الديك من الفرن وبدهنه بمزيج الزبدة اللي عندي، وبرجع بدخله على فرن محمى مسبقا 350 فهرنايت لمدة 1.5 ساعة، بس هالمرة بدون ما أغطيه. ولما يخلص الوقت بيكون صار الديك جاهز عنا، وألف صحة وهنا.